السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لماذا كان صيام يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة ويوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، مع ان ده يوم وده يوم؟ سبحان الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من المعلوم ان صيام يوم عاشوراء بيكفر ذنوب سنة كاملة، كما ورد عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن صيام يوم عاشوراء قال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. أما بقى صيام يوم عرفة فإنه يكفر ذنوب سنتين كاملين، سنة ماضية وسنة قادمة، كما ورد عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله عز وجل أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. طب السؤال: لماذا كان صيام يوم عاشوراء بيكفر ذنوب سنة وصيام يوم عرفة، مع ان ده يوم وده يوم، وصيام يوم عرفة بيكفر ذنوب سنتين؟ وضح ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة في بدائع الفوائد، فقال: رقم واحد، لأن يوم عرفة في شهر حرام، اللي هو يعني شهر من الأشهر الحرم، اللي هو شهر ذي الحجة. قال: وقبله شهر حرام اللي هو ذو القعدة، وبعده شهر حرام اللي هو شهر المحرم، بخلاف يوم عاشوراء. يعني قصد الإمام ان يوم عاشوراء في شهر من اشهر الحرم، وقبله شهر من الاشهر الحرم اللي هو ذي الحجه، لكن ما فيش بعده شهر من الاشهر الحرم، فكده فضل يوم عرفه افضل من يوم عاشوراء. الحاجه الثانيه ان صيام يوم عرفه ده من خصائص شريعه المسلمين بخلاف عاشوراء، لانه كان الذي يصوم عاشوراء قبل المسلمين كان يصومه اليهود، فلما صامه المسلمون بفضل الله سبحانه وتعالى، لما امرهم النبي ذلك صام المسلمون يوم عاشوراء، وعشان يخلفوا اليهود صاموا تسعاء مع عاشوراء أو عاشوراء مع اليوم ال11 عشان يخالفوا اليهود. فقد ورد في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل المدينة المنورة وجد أن اليهود يصومون في يوم عاشوراء، فلما سألهم عن سبب ذلك أخبروه أن هذا اليوم الذي أنجى الله فيه موسى عليه السلام من فرعون وقومه وأغرق فرعون ومن معه، فصام النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم وأمر بالصيام وقال: نحن أولى بموسى منكم. ثم خالفهم بأنه قال: لئن بقيت إلى قابل، يعني لو عشت للسنة اللي جاية لأصومن التاسع، عشان يخالف اليهود ما يبقاش بيصوم يوم عاشوراء فقط. وضحت كده؟ يبقى إذن فضل يوم عرفة على يوم عاشوراء إن يوم عرفة في شهر من الأشهر الحرم، وقبليه شهر من الأشهر الحرم، وبعديه شهر من الأشهر الحرم، بخلاف يوم عاشوراء فهو في الأشهر الحرم أي نعم، وقبليه شهر من الأشهر الحرم، لكن ما فيش بعديه شهر من الأشهر الحرم. الحاجة الثانية أنه من أصل شريعتنا أو من خصائص شرعنا، بخلاف عاشوراء أنه كان من شريعة اليهود ثم صامه المسلمون، وعشان يخلفوا اليهود صاموا تسعاء مع عاشوراء. جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.